ويجيب الموت، انا افكر ما حد يوصل، كل الناس يموتون. واول مره اشوف في حياتي حرمه غير اقاربي كاشفه في المطار وفي الطياره. وتعرضت لوضع مدري لاني كنت جالس في السيب اللي بين الركاب ده، يعني في الممر تعرضت. وبعدين جنبي مكتوب اكزت، وخوفني الكابتن لما قال انت اللي جالس في المكتب اكزت ينتبه للباب عشان انه بيكون اول واحد. انا خلاص هذه اللحظه ما عاد عرفت وش اسوي. انطلقت الطياره، وتعرفون طياراتنا ما شاء الله يعني مدعمه بجميع حلوه، وكانك راكب في طائره سلاح ما تجي جنبها. تسمع صوت المرافق. الشاشه انا ابغى اقرش في الشاشه ما قدرت، مره تروح هنا الشاشه، مره تروح هنا تلعب الشاشه. المكيف عقرني قطع ظهوري. انا اقول لهم خفوا من المكيف، يقولوا سكره، اضغط لا في زر، انا العب على الزر ذا بس اضغطه تجي ذي. انا ابغى اشوف ابغى اشوف شقره اول مره في حياتي. انا من جيت اضغطه قلت لها طفي المكيف، قالت اي دونت سبيك انجليزي، قلت انا يلا عربي قالت خلاص انا بضبط لك. ونادت لي سعودي مضيف تفلسف شويه كابتن ومدري وش، ولفه ومشى. جلست انا ومشيت رحلتي وجيت الرياض وقدمت في جامعه الملك سعود، كنت الشمراني عنده خبر، مشيت. ما شاء الله جل علاقه. هم اللي طردوني، هم اللي التسجيل دول. والله لا تستغربها. وصلت طال عمرك ونزلت وانطلقت في الرياض، ولا يقول لي تاكسي وين اروح؟ قلت شقه اقرب شقه، وداني فندق المطار. انا افكره ب 50 ب 100. يا رجل اتق الله، يقول لي ب 500 الليله. قلت والله انه قلت ب 500 اشتري 5 غنم عندنا في البيت صاحبات وابيعها من ذاك. قال ما عندك لا، قلت لا ابغى واحد جوا هناك عند المساكين جوا. وداني جوا البلد ورحت عند قريب لي عم لي ورحت جالس معه. مشيت ورحت قدمت في الجامعه تقديم الكتروني. هم شافوا بس اسمي الشهري برا، لانك يقول لك سجل حسب منطقتك. في كل واحد يجي عندك جامعه في الجنوب سجل في الجنوب. احنا قلنا هربنا هنا من هناك نبغى نشوف الحياه ونتثقف. مشيت وقدمت وقالوا مع الباب ما فيه برا، روح راجع الجامعه. واروح الجامعه اول مره في حياتي ادخل مع 60 باب ما ادري وين اروح، ادخل مع الباب ذا يدخلني عند دور، ادخل مع ذا اروح هنا اسال الناس. والله يا اخي كل الناس نفس الاجابه، والله يا اخي ما ادري وين الطريق. يا رجل علمني اروح من هنا، قال والله ما اعرف. المهم في الاخير توصلت واحد طيب انا قال روح من هنا واروح اطلع برا كمان مكتب التسجيل خلف، واروح عليهم قلت كذا وكذا وكذا. ضحكوا علي شوي كذا لعبوا باعصابي. قلت تقبلوني ولا لا؟ قالوا جيب اوراقك. قلت ما عندي الا الشهاده، بل اعطيتكم اياها بقعد اعطل باطل، تشقونها وترمونها واجلس كذا في الشارع، ما عندي لا صوره. قالوا خلاص ما عليك حبنا اذا بنقبلك ان شاء الله. قلت يلا في امان. انقبلت في الجامعه ومشيت. ما شاء الله مشت ظروفي مشت الين وصلت الى هذه المرحله. باقي لنا سنه ان شاء الله ونتخرج ان شاء الله. سنه 12 ما شاء الله. طبعا وش